قبل ما نبدأ في بنوتة زي السكر واسمها عزيز على قلبي أوي، اسمها هنا. هنوشة أنا باحبِك أوي، 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 وهي كان نفسها إن أنا أقول اسمها يعني في الفيديو، فقُلت لها الفيديو اللي فات إن شاء الله الفيديو الجاي اللي هو ده هاقول اسمِك، فأنا باحبِك أوي يا هنوشة، ويا رب تكوني متابعاني كده دايمًا. قبل ما أبدأ في تحضيرات الشنطة، أهم حاجة عملتها ودي كانت أحسن حاجة بجد إن أنا عملتها، وهو إن أنا كتبت في ورقة كده بالقلم مش في مخي ولا حتى على الموبايل، لأ كتبت كده ورقة وقلم وكل الحاجات اللي أنا محتاجة آخُدها، قسّمت الأفراد جوزي وأنا وبنتي، كل واحد هياخد إيه على حسب الأيام، كام طقم، محتاجين إيه، التفاصيل الصغيرة، الحاجات الخصوصية، اللعب مثلًا لبنتي هاخد لها إيه وهاسيب إيه، كل الكلام ده كتبته على ورقة وده كان أحسن اختيار بجد عملته، وقسّمت الحاجات على شنطتين، أنا معايا طفلة فمش عايزة أمسك كذا شنطة يعني أتزاول، وفي نفس الوقت تبقى حاجتنا كلّها في حتّة واحدة برضه ما ننساش حاجة في الباص اللي إحنا هنروح بيه أو كده، فجِبت الشنطة أنا عندي الشنط السفر اللي هي الطقم ال3 مع بعض، فخدت اللي في النُص لإن الصغيّرة صغيّرة أوي والكبيرة كبيرة أوي، فالوسط دي كانت بصراحة أنسب اختيار. المهم كتبت كل حاجة اللي هاخدها، وكتبت الحاجات كمان اللي أنا محتاجة أشتريها، أنا عايزة أقول لكم أنا في شنطة السفر سايباها على السرير مفتوحة بقى لها يومين، كل ما أفتكر حاجة أحطها جنب الشنطة عشان ما انساش، في حاجات بابقى ناسياها وبارجع أفتكرها واكتبها على الورقة تاني، فما حضّرتش كلّه في ساعة مثلًا ولا في نفس اليوم، لأ بجد هي سايباها مفتوحة على يومين، يوم حضّرت فيه الحاجات اللي موجودة عندي، ويوم تاني نزلت جبت الحاجات اللي ناقصانا وهكذا. وكنت الأول باوريكم هاخد إيه، اشتريت طبعًا يعني اشتريت طقمين على طقمين من عندي، حاجات جديدة برضه مختلفة مش كلّه جديد، وجبت شنطتين مثلًا لإن أنا ما عنديش شنط تنفع للمصيف خالص، شنطي كلّها جلد هتتبهدل، أنا محتاجة شنط خوذ أو شنط قماش. وإيه تاني هاوريكم بقى باقي الحاجات في باقي الفيديو، الأول جبت الطقم ده أصلًا بتاعي وعندي أنا باحبه أوي، أي وقت باحتاج إن أنا أبات برّه البيت بينفعني جدًا إن أنا باخد فيه حاجات إيه، مش هاخد كل إزازة البرفان أو كل إزازة الشامبو أو الكريم كلّه أو كده، لأ باحطها في الحاجات الmini دي. حطيت بقى 2 كده برفان علشان لو احتجت يعني وأنا موجودة في الغرفة مثلًا أو حاجة، والعلب الصغيرة دي بجد تحفة، 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 يعني هي أنتم شايفينها هي صغيرة أوي بس بجد بتكفّي وبتبقي كمان، فحطيت الكريم المرطب بتاع وشي ده في واحدة، والتانية حاطة فيها برايمر علشان لو حبيت أحط ميك اب أو كده أنا باحب إيه الأول أحط برايمر، التالت إزازة معاهم حطيت فيها الشامبو، أنا رايحة أوتيل وعارفة إن هُم هيبقوا حاطين لي في الtoilet هناك شامبو، كونديشنر والحاجات دي، بس قُلت برضه يعني آخُد بالزيادة عشان لو الحاجات اللي هناك كده بتبقى حاجات صغيّرة، لو ما احتاجتش قصدي لو احتجت أزوّد، وفي نفس الوقت بتبقى يعني حاجتي معايا بالزيادة برضه احتياطي، وعايزة أقول لكم أنا رجعت بيها أصلًا تلات أرباعها، برضه ما احتجتش أستخدم منها غير مرّة واحدة، وهناك هُم كانوا حاطين لنا كل حاجة. فالشنطة الصغيّرة دي بجد بتبقى يعني حَل مناسب أوي للناس اللي مش بتحب الكركبة والزحمة، أو مش عايزة تاخد حاجات كتير معاها، هي بتبقى باكيتات كده أو علب كده صغيّرة فاضية أنتِ تمليها وفي منها عدد أكتر من كده، بس يعني أنا مش حاسة إن أنا محتاجة أكتر من كده، هو الشامبو وكريم وحاجات تبع الmakeup وبرفان وخلاص. في ناس مثلًا بتحب تاخد حاجات تانية زيادة ما فيش مشكلة. العلبة دي برضه أنا كنت شارية فيها فرشة سنان وما رضيتش أتخلّص منها لإن أنا قُلت هتنفعني في يوم وهي نفعت، خدت فيها فرشة السنان بتاعتي، وفاكرين الأكياس اللي كنت باجيب فيها باشتري فيها الغطا اللي باغطّي بيه الأطباق في المطبخ، فاكرين في فيديو اللي شاف فيديو بتاع رفايع رخيصة بس عملية، كنت قُلت لكم إن الأكياس دي بتنفع جدًا وأنا مش باتخلّص منها، بجد احتجتهم جدًا، جدًا في السفرية دي، هي بتبقى أكياس صغيّرة كده باحط فيها حاجات ممكن تتبهدل أو تبقى متنطورة كده في الشنط أو كده يعني، فواحدة حطيت فيها النضارات بتاعتي، واحدة حطيت فيها الaccessories، واحدة تانية حطيت فيها التوَّج بتاع توتي والمشط بتاعها والزيت بتاع شعرها كلّهم كده مع بعض، والرابعة حطيت فيها الحاجات بتاعة جوزي زي مثلًا ماكينة حلاقة، الجل، فرشة السنان بتاعته، الحاجات اللي هي اللي زي كده. ملمومين كلّهم وبتتربط وخامتها كويسة وبجد يعني منقذة جدًا، مش شرط كل حاجة ممكن نشتريها الorganizers مش كلّها ممكن نشتريها، هنلاقي حاجات كتير على فكرة موجودة عندنا ممكن نعمل لها إعادة تدوير أو إعادة استخدام. من ضمن الحاجات الجديدة اللي أنا جبتها الخواتم دي، شكلها برضه مختلف كده وجديدة ولايقة على الهدوم اللي أنا هاخدها، خدت معاهم شوية برضه خواتم accessories من عندي لإن أنا
ما كنتش حابة أبدًا آخُد الخواتم بتاعتي الدهب وكده، مع إن أنا باحب ألبسهم ومتعودة ألبسهم كتير كده مع بعض في إيديّا، بيبقوا صغيّرين، بس كنت خايفة مثلًا يُقعوا منّي في المَيّة لو نسيت أقلعهم، أو وإحنا نايمين في الباص لإن المسافة طويلة أوي، ممكن برضه يُقعوا منّي وأنا باغيّر أو كده، فقُلت لأ، على إيه هاخد accessories أحسن وحاجات فضة وكده، فما رضيتش الصراحة أنزل بأي حاجة دهب، غير بس هو يا دوب الدبلة والخاتم اللي بالبسه فوق الدبلة ده وخلاص، لإن أنا شُفت كتير ناس حتى الدبلة بتاعتهم كانت بتتسحب منهم في المَيّة وبتُقع منهم، فعلى إيه، يعني الأحسن إحنا رايحين مصيف أو مكان فيه فرهدة زي كده، بلاش ناخد معانا أي حاجة دهب ممكن تُقع مننا. المهم بقى لمّيت كل الaccessories في مكانها وخدت بُصّوا زي ما أنتم شايفين أنا خدت الaccessories كلّها اللي هي فيها بلاستيك وخرز وحاجات كده، ما خدتش حاجات مثلًا stainless أو معدن علشان برضه ما تصدّيش من الجو رطوبة وكده والمصايف والبحر والكلام ده بيبقى عايز بقى خرز والحاجات اللي هي الstyle ده. أنا بدأت بحاجتي أول علشان أنا عارفة أنا حاجتي فيها تفاصيل كتير makeup وskin care وaccessories وحاجات كده، توتي هو هدومها وشوية توَّك وحاجات كده، وجوزي برضه شورتين على تيشيرتين على ماكنة الحلاقة والجل والشاحن وسليبر في رجله، هو مش هيحتاج أكتر من كده، لكن إحنا البنات والستات بتبقى حاجتنا كتير أوي. المهم خدت بُصّوا الشنطة البيج الصغيرة دي، هي ديّة اللي هاخد فيها كل الmakeup اللي أنا هاحتاجه، أنا مش هاحتاج makeup كتير، هو يا دوب blusher، روج، وكُحل، ماسكارا حتى من هناك ما استخدمتش الماسكارا خالص، لإن كنت طول الوقت في المَيّة والبحر وكده، فمش باحب أحط full makeup، هو روج وشوية blusher كده لزوم السهرات اللي كانت بتبقى بالليل وخلاص. طبعًا الsunblock كان أهم حاجة، وبجد أنا خلّصت الsunblock بتاعي كلّه هناك وما كفّاناش أصلًا، لإن الجو كان رهيب أوي وكان فرهدة جدًا، أنا حافظت على نفسي على قد ما أقدر، لكن جوزي وتوتي راجعين حالتهم صعبة، لونهم مغمق تقريبًا 10 درجات. خدت معايا كمان قصافة احتياطي المكنة اللي هي الshaving بتاعة الوش دي، بس دي ما احتجتهاش الصراحة، احتجت القصافة وأخدت ملقاط وقُلت برضه احتياطي، والفرشة بتاعة تسريح الحواجب دي أنا باحبها أوي، بتسرّح كده الحواجب وبتهندمهم كويس، وبس وخدت الروجات بتاعتي والsunblock كان أهم حاجة في الشنطة دي، مش أكتر من كده. مش باحب أحط full makeup زي ما قُلت لكم هناك، فما خدتش مثلًا كريم أساس أو الحاجات أو مثلًا foundation وكده، أنا أصلًا باحاول على قد ما أقدر أخفِّف makeup في الفترة الكام سنة اللي فاتوا، فبقيت يعني باقدر أنزل وأنا مستغنية عن كتير أوي من خطوات الmakeup، فهو أهم حاجة عندي في الفترة دي كُحْل وبلاشر وروج، مش باستخدم أكتر من كده. بُصّوا الشنطة دي من أهم الحاجات اللي خدتها معايا، وهاوريها لكم في آخر الفيديو وهاقول لكم ليه، بجد يعني أنقذتني جدًا. أخدت معايا برضه القطن بتاع الودان ده والقطن المدوّر اللي بنشيل بيه الmakeup، برضه مهمين لو أنتم بتحطّوا makeup، لو مش بتحطّوا خلاص. خدت بقى بُصّوا الشنط دي، حطيت الحاجات كلّها قسّمتها كل حاجة في باكيت أو في كيس لوحدها، وبرضه حطيتهم في الشنطة اللي هي المربعة بتاعتي دي القماش دي، باحبها أوي، لإن هي قماش ممكن تدخل الغسالة باغسلها في أي وقت مش بيحصل لها أي حاجة، مش جلد مثلًا ممكن تتقشّر مع الوقت أو تتقطع، خامتها بجد تحفة. اللي زيّها ديّة حطيت فيها الهدوم الداخلي بتاعتي. بُصّوا بقى، بدل ما كنت اشتريت organizers أصلًا ما كانش عندي وقت، وبجد كنت حاطة كل فلوسي خلاص في الهدوم الجديدة اللي اشتريتها وفي المصيف هناك وكده، فعندي الأكياس دي هاقول لكم بتاعة إيه، بتاعة الطقم الجرانيت بتاعي بتاع جوازي، كانت مثلًا الحلة محطوطة هنا، كيسة كمان محطوط فيها الغطا بتاع الحلة، أنا كواحدة بتحب تتخلّص من أي حاجة حواليها خصوصًا الكركبة، وما باحبش الكركبة جدًا وأنتم عارفين الموضوع ده، ف وأول ما فضّيت الكرتونة بتاعة الطقم الجرانيت بتاعي ده، الأكياس دي عجبتني أوي لإن لقيت خامتها قماش كده وبتقفل من قدّام فحسيت إن أنا هاحتاجها في يوم من الأيام، وبجد كل سفرية باسافرها سواء يوم أو يومين أو أي حد، لمّا باحب أقسّم الشنطة ما بتبقاش الشنطة كلّها فوق بعض وهدوم ده على هدوم دي وكده، فباخدهم باحط مثلًا هدومي الداخلية في حتّة، أحط فيها الطُرح علشان ما تتبهدلش، أحط فيها هدوم توتي، فبتنفعني جدًا. اللي اشتريته جديد هو الطقم الأصفر ده الskirt وفوقيها بلوزة كده والفستان الأبيض، أول اتنين.
اشتريتهم كتغيير، وفي نفس الوقت أخدت من عندي برضه فستانين تانيين، وعلشان ما آخدش حاجات كتير أنا عارفة هُم 4 أيام هاخد 4 أطقم ب4 طُرح بتاعتهم، فالطرحة البيضا دي هتمشي مع الأصفر والpink، والطرحة الزرقا والpink التانيين هيبقوا ماشيين مع الفستان الأبيض بيمشي عليه أي حاجة طبعًا، والطرحة الموف الشيفون للفستان المشجّر، فأنا عارفة أنا هاخد إيه، ما خدتش حاجات أكتر من حاجتي، وبجد كل اللي خدته هو اللي استخدمته هناك، وما حسيتش إن أنا واخدة حاجة زيادة، ولا أنا كان ناقصني حاجة الحمد لله، يعني كنت واخدة حاجتي بالضبط، وأخدت معايا شابو واحد. الشنطتين دول لسه يعني يعتبروا جداد، ديّة نزلت جبتها في نفس اليوم اللي كنت باحضّر فيه الشنطة، هي بصراحة كانت صفقة قدّامي وما كانش ينفع أسيبها، لإن أنا بالصدفة وأنا نازلة أشتري الحاجات اللي ناقصاني، واقفة في محل accessories فاتح جديد جنب بيتي كبير كده ما شاء الله فيه حاجات خطيرة، هو اللي جبت منه الخاتمين اللي وريته لكم في الأول، واقفة باشتري حاجات ناقصاني فلقيتهم قالوا يا جماعة خلال ساعة من دلوقتي كل الشنط بتاعة البحر والشابوهات والحاجات دي عليها sale بدل السعر اللي مكتوب عليها هتبقى ب200 جنيه، فأنا مسكت دي عجبتني أوي، كنت ماسكة واحدة تانية بس هي عجبتني أكتر، تخيلوا يعني أنا خدتها ب200 جنيه لقيت الlabel بتاعها بتاع السعر مكتوب عليه 600 بصراحة ما كانش ينفع أسيبها، والشنطة التانية المشجرة دي أنا كنت جايباها من SHEIN وبرضه لايقة عليها حاجات كتير أوي عندي، وكنت ناسية آخد الdeodorant اللي هو مزيل العرق ومرطب قُلت علشان البحر بيبقى يعني عشان مالح وكده فهيهرّش جسمنا وعارفين الإحساس ده، فأخدت واحد بس body lotion مش أكتر من كده، كنت ناسياهم فحطيتهم في العلبة اللي حاطة فيها الskin care والحاجات دي، وأخدت بشكير واحد لإن أنا عارفة إن أنا رايحة أوتيل وعارفة إن في هناك كل حاجة، في بشاكير وفوط وفي الشامبوهات زي ما قُلت لكم والحاجات ديّة، فأنا مش واخدة معايا حاجات مش هاحتاجها، بس قُلت ده واحد بس احتياطي لأي ظرف. بُصّوا بقى هو الشنطة دي هي حاجة جوزي كلها تقريبًا 3/4 هنا، شورتات عبارة عن كذا شورت على كذا تيشيرت من فوق وخلاص، قعد يقول لي طب خدي لي بنطلون، طب خدي لي كوتشي غير اللي أنا لابسه، طب مش عارف إيه، كل الحاجات اللي هو زوّدها في الآخر والله ما استخدمهاش. جيت بقى لحاجة توتي أنا قُلت لكم 4 أيام فخدت لكل يوم فستان، فخدت لها 4 فساتين تغيّر فيهم حتى لو في حاجات اتبهدلت أنا هاقدر إن أنا أغسلها وممكن تلبسها تاني عادي مش هيحصل حاجة يعني، فما خدتش أكتر من 4 أطقم. ف4 فساتين خروج مع 4 أطقم داخلي، مع خدت لها بيجامتين علشان تبدِّل فيهم وقت النوم، والمايوه بتاعها وشكرًا على كده. خدت لها بقى توَّك وشوية accessories والمشط بتاعها والحاجات دي، الشنطة بتاعتها الصغنونة ديّة والشابو بتاعها علشان الشمس، والزيت بتاع شعرها، ما كنتش محتاجة أكتر من كده، واخدة لها معايا slipper وهي رايحة بالصندل بتاعها، بس هي دي كلها حاجات توتي، فعرفتوا بقى أنا بدأت بحاجتي أنا الأول، لإن أنا عارفة حاجتي فيها تفاصيل كتير، طُرح وبندانات وmakeup وaccessories وskin care وهدوم تحت الهدوم اللي هنلبسها برّه، وهدوم مش عارف إيه، فتفاصيل كتير أوي أخدت فيها وقت كتير، حاجات توتي وباباها تقريبًا حضّرتهم الاتنين في نُص ساعة يعني مش أكتر من كده. توتي برضه حاجتها أخدت لها من عندها فستانين واشتريت لها فستانين زي ما عملت برضه ليّا جُداد، قُلت برضه كنوع من أنواع التغيير، حطيت لها حاجتها كلها هنا في الكيسة دي وسِبتها على جنب. جِبت لها بقى لمّا نزلت كنت في حاجات ناقصاني، نزلت جِبت لها اللعب دي كانت هي اللي طالباها وكانت برضه مهمة الصراحة علشان لمّا تيجي تلعب في الرملة، هي مهمة للأطفال الصراحة، فقُلت آخُدها من هنا أنا ما أعرفش هتبقى موجودة هناك أو ممكن تبقى الأسعار غالية والّا إيه، فأخدتها من هنا معايا، وكنت كمان عايزة أجيب طرحة للمايوه بتاعي لإن أنا مش حابة ألبس البونيه بتاعه، بيزهقني ومش لطيف، فجِبت الطرحة دي بتبقى بونيه كده خامتها خامة المايوهات علشان تنشف بسرعة، وبقيتها شيفون ولازقة فيها يعني قطعتين مع بعض، بتنشف بسرعة أوي وحلوة جدًا، جدًا. وأخدت برضه كنت محتاجة شوزات، لإن أنا برضه مش عايزة أروح بكوتشي وصندل والكلام ده، لأ عايزة حاجات slipper كده خفيفة تتلبس وتتقلع بسرعة وفي نفس الوقت تليق على الهدوم اللي أنا واخداها، فكنت محتاجة حاجة أبيض وحاجة بيج، فجِبت ده وجِبت ده، ولفيت كتير الصراحة، يعني كنت محتارة صندل كده أبيض، قُلت بكعب شوية صغير علشان بس لابسة فستان يرفع الفستان شوية يبقى شكله لطيف، بس أنا قُلت مش يعني خُفت الصراحة رجلي توجعني
ما ابقاش مرتاحة، فجِبت حاجات أرضي أحسن، وجِبت دي من محل الaccessories اللي أنا جِبت منه الشنطة اللي وراها دي، اللي هي بتبقى لزق كده بيتلزق بيه الطرحة في البندانة علشان ما تطيرش. وخدت السليبر ده بتاعي قُلت برضه هينفعني مع الاتنين التانيين تغيير، هالبسه مثلًا وأنا رايحة البحر أو حاجة، وطبعًا عوّامة عشان توتي والمنفاخ بتاعها علشان نفسنا ما يتقطعش. كنت كل ما أخلّص حاجة أروح أشطب عليها في الورقة اللي أنا كاتباها علشان أحس إن أنا أنجزت، وأشوف إيه اللي ما خلصتوش أنزل أجيبه أو أحضّره. الشنطة التانية خلاص أنا حطيت فيها كل حاجة وقفّلتها، واخدة حاجتنا إحنا ال3. الشنطة دي بقى بتكبر بتتفتح بيبقى فيها مساحة يعني من جوّه، كنت باوريها لكم إن هي بتوسع أكتر من كده. دي الشنطة اللي أنا هاطلع بيها الباص اللي إحنا هنسافر بيه. خدت فيها إيه بقى، واخدة معايا مَيّة لتوتي معظمها حاجات لتوتي، واخدة أدوية لتوتي كمان، واخدة ألوان وكراسات تلوين علشان المسافة من هنا إحنا طالعين الغردقة، المسافة من إسكندرية للغردقة حوالي من 10 ل12 ساعة لو رايحين هناخد كذا rest، فهي هتبقى وقت طويل أوي عليها. الشنطة دي بقى أنقذتني ليه بقى، فيها مناديل، حاطة فيها أدوية، مسكن ودوا للبرد احتياطي، والأكياس الزرقا ديّة كنت جبتها في مشتريات قبل كده ووريتها لكم اللي هي الtoilet seat، بجد كانت منقذة جدًا لإن إحنا نزلنا كذا rest والحمامات في الريستات مش بيلحقوا ينضفوها من الضغط عليها، فكانت منقذة جدًا. أخدت معايا ساندوتشات علشان الطريق، والشواحن وحاجتي الشخصية فلوس وكروت وكلام من ده، ما حبيتش آخد أي شنطة في إيدي تاني علشان برضه ما اتزاولش، عشان زي ما قُلت لكم أنا معايا طفلة، فمش عايزة أتزاول وأنسى أي حاجة في الباص اللي أنا هاركبه. بس كده واستودعت الله بيتي، وأهم حاجة شِلت فيش البيت قبل ما أمشي، سِبت بس القرآن شغال في البيت، وقفلت محبس الغاز الاتنين، فضّيت كل باساكت الزبالة، وقفلت محبس المَيّة. ما تنسوش الحاجات دي ضروري جدًا تعملوها لو هتسافروا أكتر من يوم.